السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا بصوا مش عارفة اودي وشي منكم فين بصراحة، بس غصب عني. انتوا عارفين طول ما بظهرش يبقى انا ايه، مسحولة في حاجة. هنا بقى كنت عازمة اخواتي، تمام. بقى حتة سمنة حطيت فيها ورق لورا وحبهان، وحطيت طماطمايه وبصلايه، وكنت متبلة الفراخ دي، قصدي البطاية، من بالليل ببصل وبهارات عشان ايه تبقى متحيقة. حطيت عليها بقى ميه سخنه، وسبتها بقى ايه تستوي مع نفسها. طبعا هتاخد حوالي من ساعتين لساعتين ونص حسب حجم البطايه بتاعتك، وحسب ممكن تاخد ساعه ونص، هيخلص معايا ساعتين. جبت بقى كوبايات، وكنت غاسله بلح طبعا عشان نعمل بلح بلبن. ده يا جماعه العشق بتاعي، انا ما اقدرش في يوم ما افطرش على بلح بلبن وتمر. حاجتين اساسيين اللي انا اصلا بستنى رمضان عشان خاطرهم، يعني بحبهم قوي. فعملت بقى لبن كل اللينا كلنا، وكنت بقى غالية كيلو لبن عشان احطه بقى على البلح. بحب يا جماعة احط اللبن سخن، عشان كده لما احط عليه البلح يعمل كده وش من على فوق اللبن، على وش البلح، بحبه قوي. بحب احط اللبن سخن. صب بقى اللبن، بس حتى انتوا واخدين بالكم ان اللبن بيطلع دخان، ماشي. وهسيبه بقى يبرد لغاية مثلا العصر، وبعدين ندخله في التلاجة. لا اما بسيبه عادي لبره، بس بغطيه يعني عشان ما تقعش فيه حاجة. بس هنا بقى بصوا، كنت ماما مخزنه السلق، كنت حاطاه كده زي ما هو، طلعته بس من الفريزر، قعدت اتغدى فيه ورحت حاطاه على النار. وحطيت بقى شوربه، وحطيت فيها طبعا شويه مرقه، وحطيت فيها القلقاس. وهنا بقى عماله اشوح السلق لغايه طبعا ما لونه عامل زي طبعا انتوا عارفين احنا بنعمله ازاي. والبطه لسه مولعه عليها، طبعا كنت كنت لافه محشي. انا في الفيديو الاخير نزلته لكم، كنت موراكم طريقه التسبيك، فما رضيتش اصور معاكم وانا بلف وانا بسبك وانا ولا بقلب ولا اي حاجه. انا ايه، عملت على طول. بصوا قعدت بقى اهرك بيه بايدي الهون لغايه ما ابص لونه كده زيتي، تمام. حطيت بقى كده على القلقاس ده، بس القلقاس بطريقتي يعني هيطلع معاك تحفه. بص لونه ده لسه بقى، اما لما نعمله بالثوم وبالكزبره تحفه. جبت بقى هنا طبق، وجبت جبنه فيتا، تمام، وجبت جبنه موزاريلا، وحطيت كان عندي جبنه، حطيت جبنه علب، وحطيت شويه زعتر. جبت بقى صاج دهنته سمنه. انا النهارده هعمل نوعين جلاش، نوع باللحمه المفرومه عادي اللي احنا بنعمله عادي، وانا المره دي بصراحه قلت لا، بدل ما اعمل صاجين باللحمه، لا انا هعمل صاج كده وصاج كده. وبصراحه يا جماعه والله العظيم والله العظيم تاني، الصاج ابو جبن او الصينيه ابو جبن طلع تكلت عن الصاج ابو لحمه. والله العظيم طلع تحفه. والعيال اختي وكلهم وكل وجواز اخواتي كانوا يقولوا لي تحفه، ده احلى من ابو لحمه مفرومه. بديت بقى احط رقات الجلاش، واحط بين كل رق ورق سمنه، تمام. ارص ارص ارص، واحط في النص اللحمه. طبعا عايزاك تحطي لايكات كتير جدا على الفيديو النهارده، وتابعيني منين، واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، ووجودك كالعاده فوق راسي. ابدا بقى كده ارص، اسيب بقى، انا افتفيت الكاميرا ورصيت بقى مع نفسي، وبعدين حطيت ايه، اللحمه. طبعا اللحمه دي انا كنت معصجاها معاكم في الفيديو الاخير اللي انا نزلته، لما انا قلت لكم كنت هعمل مكرونه بشاميل، بس بعدين كسلت، فخليته بقى للايه، للحمه المفرومه، للجلاش. ابتديت بقى كده اوزع اللحمه، واحط بقى فيها الجلاش، واكمل بقى بقيه الرص الجلاش. والله العظيم طلع تحفه، الاكل كله كان تحفه. ساعتها كان خطيبي مش ما كانش بيفطر معانا، ان هو اصلا كان في الجيش، ففطر معايا جوز اختي وجوز اختي التاني واخواتي. لكن بقى انا بعديها الحد اللي بعد عزمت خطيبي، بس ما صورتش بصراحه، صحيت متاخر. صحيت متاخر، ما لحقتش اصور، كنت ورايا حاجات كتير لازم اعملها، فمش هقدر اصور وكمان ايه اتاخر. فقلت هتاخر لا، ف... فقلت لا انا ايه، مش هصور. رصيت بقى برضو الصينيه التانية لما رصينا الصاج، وحطيت بقى عليها الجبن، وهبدا بقى كده افرد الجبن. طبعا هي بس بتلزق في الجلاش، فقعدت بقى ايه، اعمل مع نفسي. طفيت الكاميرا وقطعت الجلاش بقى. انا بصي يا جماعه ما بحطش بيض، انا بحط لبن وفلفل اسود. بس كنت لافه محشي كرنب، حله محترمه كده كبيره. ظبطت بقى ملح المرقه بتاعت المحشي،
حطيت بقى الميه على المحشي، وحطيت بقى من فوق شويه صلصه وشويه ملح وشويه كمون وشويه زيت. وبرده اختي كانت لفت حله بتنجان عشان هي بتاكلش الكرنب، فجبنا لها بتنجان. سيبه بقى كده لغايه ما يستوي ونشوف هنعمل ايه تاني. المحشي بقى بس بدأ يغلي خلاص، هوطي عليه. ماما بقى ايه، آه هتعمل بقى الملوخية، عشان اختي ما بتحبش القيس. عملنا ملوخية خضرا. انا بقى اللي كنت بصور ماما بصراحة، انا كنت تعبت، كنت تعبانة اصلا. فطلعت قعدت شوية ورا، وماما قالت لي ايه طب خلاص انا ايه انتي اقعدي وانا ايه هكمل بدالك. قلت لها خلاص ماشي. حطيت بقى سمنة بلدي، ودقت كزبرة خضرا بتوم، عشان ايه تطش القيس. بص انا مولعه برضك على المحشي، كنت معليه عليه، لكن محشي الكرنب كنت موطيه عشان خلاص هيستوي. بس بقى ماما طبعا ايه، هي بصراحه يا جماعه اللي علمتني الاكل، انا ما كنتش فاهمه طبعا بقى. هي بصي كانت بتقول لي مثلا ايه حطي كذا على كذا على كذا على كذا، وانا كنت عامله. هي كانت تفضل قاعده في الارض، بس هي برضو كانت بتقول يعني هي مقدره بصراحه يعني. بس هي بصراحه يعني اللي علمتني. حطيت بقى برضو توم تاني عشان تطش الملوخيه. كان حوالي ناقص تلت ساعه المغرب ساعتها لما كنا بنعمل الملوخيه والكلام ده. حطيت بقى شوية كزبرة ناشفة وتقلب بقى التوم كده بالسمنة البلدي، بتبقى ريحتها تجنن. وهتطش بقى الملوخية. وانا بصراحة ساعتها كنت حطيت الجلاش، وكنت قبل ما ادخله الفرن حطيت له كبشة من البط، شوربة البط، طلع تحفة برضو. بص بقى كان طلعت الجلاش عشان احط عليه اللي هو ده ابو جبن، عشان احط عليه الجبنة الموزاريلا وادخله تاني عشان ياخد وش من فوق. حطيته بقى في الفرن واتحمر وطلعته. وهنا بقى ايه جايين بقى نصب العصير. كنت انا عملت صوبيا، وعملت تمر، وعملت مانجا، وعملنا فراولة وبلح بلبن. كنا عاملين شوية حاجات حلوين يعني. بصي كانت بتصوبي بقى المانجا وتمر. طبعا انت عارفين رمضان بيحب العصاير، بيحب كل حاجه. وكنت عامله كنافه بس برضك مصورتهاش. بحب انا الكنافه يا جماعه، اللي هي على الآلي، مش الآلي لا، الرش اللي هي بتاعت رمضان دي، انا بحبها قوي. وانا بقى كنت حطيت الاكل وكان شكله تحفه. شوفوا في يوم جديد وفيديو جديد.